أندية أوروبا كلها بتتخانق على نجم الأهلي. مين نجم الأهلي ده؟ الأهلي عنده موهبة صاعدة مكسرة الدنيا في كأس العالم للشباب. المهاجم العملاق الصغير حتى الآن بس إمكانياته جامدة جدا وموهبة واعدة جدا، حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم كل التقارير الصحفية بتتكلم إن هو كل الكشافين اللي موجودين في قطر معجبين جدا بامكانيات حمزه عبد الكريم، وشايفين ان هو مهاجم جامد جدا، مهاجم في مواصفات، بيعرف يلعب بالدماغ، بيعرف يبقى محطه، بيعرف يجيب اجوان، بيلعب برجليه الشمال، بيحط ار2. يا جدعان موهبه فذه، موهبه حرفيا فذه، فكت عليه كذا ماتش. مهاجم جامد جدا، مهاجم هيبقى في 5 6 سنين الجايين هيبقى من ابرز المهاجمين في مصر. ليه؟ ده لاعب لسه عنده 17 سنه، موهبه صاعده جدا. ميدو طلع في تصريحات تلفزيونيه امبارح بيقول لك ايه؟ انا عندي معلومه ان في كشافين كبار جدا لانديه كبيره جدا في اوروبا متابعين قوي حمزه عبد الكريم، وشايفين ان هو موهبه صاعده، وان هم هيبعتوا له معايشه بعد كاس العالم الناشئين، وهيبداوا يبعتوا الاهلي عرض رسمي عشان يتعاقدوا معاه. ده الكلام اللي قاله ميدو، وميدو عنده علاقات كبيره جدا في اوروبا اللي بنلعب هناك. وميدو اشاد جدا بالمهاجم الاهلي وقال لك المهاجم ده مهاجم جامد جدا، هيبقى مهاجم جامد جدا ومهاجم كل الناس هتتخانق عليه في الفتره اللي جايه. طب موقف الاهلي ايه؟ طب مين ابرز الانديه؟ حتى ادور كده ودعبس، لقيت ان ابرز الكشافين هناك في قطر والمعجبين بحمزه عبد الكريم هو نادي استون فيلا ونادي ميلان. دول اكتر ناديين معجبين جدا بحمزه عبد الكريم. وميدو قال لك ان اكتر ايجنت من اكبر الايجنت او وكلاء الاعمال في العالم هيبعت ان هو هيتعاقد معاه من خلال اكبر الانديه في العالم بعد الفتره يعني بعد التالق اللي عمله في كاس العالم للشباب. فحمزه عبد الكريم الدنيا فتت معاه جدا وكل العالم بيتكلم عنه. موقف الاهلي ايه؟ الاهلي موقفه واضح وصريح. انا اتصلوا بحمزه عبد الكريم قالوا له يا حمزه انت ترب معجب بيك وهتطلع معانا بعد ما تخرج من كاس العالم الناشئين، هتطلع معانا هتلعب في الفريق الاول. وكان بيلعب مع ريبيرو. الحاجه الوحيده كان يعني ريبيرو شايفها صح ان حمزه عبد الكريم ده عنده موهبه، بس ريبيرو مش فاهم في اي حاجه غير ان هو عارف بس دي. فترب معجب بيك جدا وهتبدا تاخد مكان هتبدا تاخد دقايق مع الفريق الاول. والاهلي شايف ان هو مش هيفرط في حمزه عبد الكريم، وباخص ان هو محتاج مهاجم في الفتره دي. ده محتاج 2 مهاجمين، مفيش غير جراديشار بس وما يقدرش يشيل الدنيا لوحده. فالاهلي شايف ان هو حمزه عبد الكريم هيطلع مع هيلعب مع ايه؟ مع الفريق الاول. ده موقف الاهلي من بيع اللاعب وفتره المعايشه. وحمزه عبد الكريم مبسوط جدا وشايف ان هو لسه هيشوف هيعمل ايه بعد ما يطلع، ويشوف العروض ويشوف المعايشه ويشوف هل هيلعب دقايق اكتر مع الاهلي ولا لا. كل ده هيبان بعد ما يجي من كاس العالم للناشئين. خش بقى في الموضوع الثاني المهم جدا. ميدو طلع امبارح في تصريحات تلفزيونيه قال لك انا بقول لمحمد السيد اللي مش عايز يجدد وعمال يماطل زي زيزو ما عمل مع ابوه، زي زيزو وابوه ما عملوا، هو برضه هو وابوه بيماطل عشان ما يجددش مع الزمالك. وهو خلاص هينتهي عقده، انتهى اخر الموسم ده واستبعد من كاس السوبر وخلاص، هو بنسبه كبيره مشي من الزمالك. اللاعب الثاني اللي بدا بقاله اخر ماتشين ما بيلعبش اساسي وقعدوا على الدكه احمد عبد الرؤوف هو حسام عبد المجيد. ده ليه؟ فميدو بيقول لك ان اللاعب هو قعد على الدكه بسبب تجديد عقده، وانه مش عايز يجدد عقده، وان هو فعلا في مفاوضات جديه مع النادي الاهلي ان هو يروح النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ده فعلا في مفاوضات رسميه، في مفاوضات بين اللاعب عن طريق الوكلاء بين اللاعب وبين النادي الاهلي. وده اللي خلى الزمالك بدا يجمد حسام عبد المجيد وبدا يقعدوا على الدكه، لان شايفين ان هو ده اتجاهه نفس اتجاه زيزو ونفس اتجاه كل اللعيبه الفتره اللي فاتت، ودي حاجه مش عاجباهم. فهل تتوقع ان فعلا حسام عبد المجيد هيروح الاهلي زي ما ميدو بيقول، ولا الموضوع ده بعيد وهو فعلا عايز يحترف بره زي ما هو عمال يصرح انا عايز احترف بره؟ كل الكلام ده حتى الان هو ما عندوش عرض رسمي من بره، فهو ما فيش اي عرض رسمي لحسام عبد المجيد من بره، عشان بس يكون الكلام واضح. تكتب تحت في الكومنت شايف حسام عبد المجيد هيكمل اهلي؟ شايف حمزه عبد الكريم هل يستحق فرصه كامله مع الاهلي وان هو يبقى من احد المهاجمين الرئيسيين للاهلي الفتره اللي جايه، ولا اللاعب لسه صغير؟ طبعا رايك يهمني تعرف في الكومنتات. وشايف في القناه فيها زر الجرس. سلام.